ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، فيديوهات العيد. طبعا بنحاول كده ايه نسيطر على الشقة، وفي نفس الوقت يبقى فيه خروجات وفي كلاكعة كتيرة جدا زي ما انتم شايفين كده. فانا طبعا لما بحاول اسيطر بروح بقى ايه الم اي حتة انا رامية فيها غسيل وسايباه بقاله قرون. بروح مطبقاه عشان خاطر ايه اعرف انضف وكده. الاوضه دي اصلا يعني ما حدش بيقعد فيها كتير، وما حدش بينام فيها اصلا كتير، كله بره بره. فتحس ان هي كده ايه مرميه كده، يعني ما اي حد في ايديه اي حاجه بيحدفها في الاوضه هنا، اي حاجه زياده نسيبها ايه في الاوضه هنا. فالغسيل ده ما كانش قديم، ده اللي على الجناب هو اللي قديم. انما الغسيل ده اللي هو اللي كان على الحبل، فاخدته اطبقه الاول، وبعد كده قلت ايه اخد بقى من الدفعات من الحاجات المعموله دي واروح مطبقاها وكمان الدولاب كانت ملأ وانا مش عارفه اظبطه برضو. فروحت بقى ايه كل يوم، يعني دوت كده كان يوم، يعني التصوير ده كان يوم، وبعد كده في ايام تانية قعدت اعمل فيها حاجات من الغسيل اللي فيها. بس ما صورتش فيها، يعني كل شويه باخد منها حاجه، لان انا ما اقدرش امسك ايه تنظيف عميق كل مره واحده، لان بيعمل معايا في الشقه، ما بقدرش اظبط نوعين مع بعض. وفي نفس الوقت يعني العيد بيبقى كده فرحة، وعايزين نظبط تنظيفات عميقة شوية وكده. فبالنسبة لي ان انا اعمل الأوضة دي اساسا تنظيفات عميقة، يعني اكتر من ريسبشن واكتر من اي حاجة تانية، ان الباقي كله انا ايديا فيه الى حد ما كويس. انما دي بنركن فيها كل حاجة مش عايزينها، راكنها فيها شنط المدارس، دفايات لسه فيها. بكوي فيها مثلا مروحة، سايبة فيها المكوة عشان محدش بيدخلها، فسايبة المكوة فيها براحتي عشان لما اكون سخنة اروح سايباها هنا من غير ما حد ما يتبهدل، ولا من غير ما حد ما يتلسع ولا كده منها. فطبعا انا اصلا عشان اعمل شويه تنظيفات عميقه، لقيت المطبخ عندي بقى قد كده، والريسبشن والغسيل بقى قد كده، بس هو الغسيل بس اللي مظبطه معاه اكتر المواعين، لان طالما بنضف لازم ايه افضل اخد في الغسيل كده واطبق واشيل في دواليب. وكمان ما كنتش عارفه ارص الدولاب كويس، فروحت في الاخر بقى عامله ايه جايبه الكيس الكبيره وشايله فيها الشتوي اللي احنا مش عايزينه. وفي ظرف كده فاضيه عندي بس ما فيهاش رفوف، يعني الظرف اللي بتاع الشماعات بس فاضيه. في نوع شماعات كده من جوه كده خلاص ما بنحطش فيه حاجه في الدولاب الكبير. فايه رحت بقى ايه لما الغسيل في شنط، ورحت ايه يعني طبقت وشلته في شنط اللي هو الشتوي. و... وكمان مبقاش عايزه اسيبه كله على الشماعات، اصلا الشماعات اتملت لان عليها برضو صيفي. فقلت لا انا هشيله في شنط عشان خاطر ايه ما يتطربش وكده، ولما نعوزه هنيجي بقى نرص ايه في الدولاب، نطبق ونرصه في الدولاب تاني رصة الشتوي العادية. بس قلت اريح دماغي، انا مش بحب احط تحت السرير لان بخاف اعوز حاجه واكسل او اكون تعبانه مش قادره ارفعها تحت السرير. فكده كده الدواليب فاضيه فيها مكان، يعني ليه زي كده الشماعات زي كده بحط فيها شنط من تحت. وبس ما كنتش حاطه هنا، كنت حاطاها في الدولاب التاني الكبير يعني. لان بسيب اللي هنا دوت الضرفه دي اللي بنعوزه. مني برضو في جزء شتوي فيه، بس لحد ما اظبط يعني الدواليب من جوه. يعني كل واحد بيعمل على قد ايه الوقت اللي عنده والمجهود طبعا والصحه اللي عنده. جبت كمان من على الانستجرام، لو حد عارف فيكو اللي هي شركة نانو، البخاخة اللي هي مش عارفة 7 في 1 ولا ايه، بس لسه مستخدمتهاش الصراحة. يعني انا خايفة منها لتكون ريحتها ايه قوية تتعبني، فعايزة محمد هو اللي يستخدمها لي. جبتها للمراتب وللحيطان، للشخبطة اللي على الحيطان. بيقولوا ان هي بتشيل البقع اللي على المراتب والانتريهات وكده، والشخبطة الجاف سواء برضه على المراتب او على الهدوم او على الحيطان. وكمان بتشيلي الحاجات الدهون اللي على الشفاط وعلى البوتاجاز، بتبخي عليها كده وتسيبيها يعني تسيبيها شوية كده، وبعد كده تعمليها زيها زي الباور وكده. فانا قلت طالما هي بتشتغل زي الباور فانا خايفة منها ايه لا تكون ليها ريحة الصراحة، بس ايه يعني لسه هشوف، مستنية محمد يعملها لي، يستخدمها لي هو الاول كده يعني، او يفتحها واشوف يعني. وكده بس. فانا طبعا ايه المكان اللي بروق فيه بروح شايله فيه كنساه، يعني عشان زي مش مبطل طالع نازل طالع نازل، وبياخد طبعا التراب في رجليه ويطلع بيه على كل حاجه. ف... فرحت بقى قعدت اكنس كده، وطبعا انا بعمل اكل طبعا ويعني فاهمني، والغسيل ومواعين، وكمان بنخرج نجيب حاجات. فهي ايه كعبله كده، فانا بحاول الم اللي بقدر عليه يعني وخلاص يعني.
بس فبصوا لسه حاجة المدرسة موجودة ولعب بتاعتهم وسبايدر مان وحاجات كده، استغفر الله العظيم. انا في اليوم ده وقفت لحد كده، ودخلت بقى على المطبخ اشوف الكعبله اللي فيه، ولان طبعا لقيت مواعين عماله تتكون، فقلت هروح اعبي في غسالة الاطباق واغسل اللي هغسله على ايديا، وبعد كده ايه ارجع لها. بص انا يعني مش كله كان على تصوير، كنت بخطف من الاوضه دي غسيل بقى كتير. شلت يعني مثلا حرف اللحاف اللي باين ده انا طبقته وشلته ولسه هيتغسل، بس طبقته وشلته في اوضه تانية. والبطاطين الصغيره كلها والكبريتات مغسوله عادي، لكن هي الفكره كلها في الحاجات الكبيره اللي مش هتدخل غسالة الهدوم عندي، هي دي اللي عندي مشكله فيها. يعني غسلت ساعه الشتاء غسلت اتنين، واحنا في ايام الشتاء غسلت اتنين بطانيتين كبار وخلاص شلتهم في المغسله، ودي اللي ناقصه بس هغسلها على قد مش هوديها المغسله جابت لي البطاطين ريحتها قويه جدا. بصوا كنت ناويه اعمل بسله وجزر، وبعد كده ايه لقيتهم غير رايهم، رحت بعد ما قطعت الجزر شلته برضه اعمل برضه، يعني احنا انا بسجل لكم احنا في يوم عرفه النهارده، هستخدم بقى الجزر ده واعمل بيه برضه بسله وجزر وبني اكله سريعه كده. شلته بقى على الفريزر. بصوا بقى الفريزر ما شاء الله، يعني انا شايله فيه شويه حاجات كويسه كده للشاورما، التوم، البسله بقى جاهزه بتنفعني كده. بصوا بقى لقيت كده شويه مواعين كوم حلوين تاني، انا كنت كل طول اليوم بحاول اخلي بالي من المواعين عشان ملقاش ايه متراكمه عليا، فكان الغساله اصلا كنت معبيه فيها اجزاء كتيره، وحطيت عليها الشويه اللي انتوا شفتوهم دول كملت بيها وشغلتها بقى، وانا كنت غسلت الحلل على ايديا او الصواني او كده وخلاص، ورحت بقى مشغلاها وسبتها ورحت ايه اكمل تاني. عايزه اقول لكم بنام نوم مش طبيعي، مش عارفه هو في ايه اليومين دول، بنام كتير وبتعب وبرد بقى كتير، فكل شويه انام واقوم اعمل حاجه، انام واقوم اعمل حاجه، بخطف كده. كانت الغساله بقى خلصت، معرفش ده تاني يوم ولا ايه، انا بصور لكم وبس ده كده تاني يوم، يعني ده اللي كنت بشيل فيه المواعين ده تاني يوم، لا تقريبا اللي هي اللي ما صورت لكم الغساله هي لسه بتتبخر، ده كان في نفس اليوم، لكن ده بقى كان تاني يوم. ده اليوم اللي هو قبل عرفة على طول. كنت واقفة بحضر الفطار الصبح وكنت بشيل بقية المواعين، كنت شايل أجزاء كتير، يعني طول ما أنا واقفة بشيل حاجات في المطبخ كده. كنت بقى عملت لنفسي ايه شعرية باللبن، بس مش بالشعرية بقى بلسان العصفور، شفت يوتيوبر كانت عاملاها، بس هي بتاخد تسوية أكتر من الشعرية، يعني لقيت أجزاء فيها أنا سويتها زي ما بسوي الشعرية، لقيت أجزاء مستوية وأجزاء لأ. وفطرت بقى وشربت الشاي بلبن، وبعد كده صليت وعملت بقى شاي بليمون. التاني كان نسكافيه باللبن، ده شاي بليمون. وانا بصلي بقى طبعا لازم العده دي جنبي. بعد ما بخلص صلاه وانا قبل ما اصلي بحط الكريمات بتاعتي، بقى لسه غاسله وشي، فبحط الكريم ده لوشي الازرق دوت جونسون لوشي، والايفا لايدي ورجلي، وبلبس شراب، وبعد كده بصلي. وبعدها بقى رحت عملت كوبايه شاي بالنعناع بالليمون دي عشان عندي برد بقول لكم، وبجيب بقى المونوكير، بحب احط الصبح بعد صلاه الصبح ايه المونوكير بيقعد معايا لحد الظهر، وبعد كده بقى بشيله وخلاص يعني. بس كده.